وهيفيد بايه انك معايا ومش طايلك؟ يا سيدي اعتبرنا في فترة خطوبة. خطوبه؟ خطوبه ايه يا شريف؟ هو احنا لسه هنتعرف على بعض؟ يا حسن أنا في فترة صعبة، نفسي مرة أحس إنك حاسس بيا، مش إنك ضاغط عليا كده طول الوقت. وهو جوازنا بقى ضغط؟ دلوقتي عايز تسمعها؟ أديني سمعتها لك. تمام. اتقمص بقى واجري زي العيال. وانت عايزاني يعني اقعد اسمع اكتر من كده؟ لا، عايزاك تفكر فيا وتحس بمشاعري. يا حسن أنا عايزة يوم ما أتجوزك أبقى مبسوطة عشان أعرف أبسطك. عايزة أبقى شريفة اللي في خيالك وأعوضك وأعوض نفسي عن كل اللي فات. شريفة أنا الكلام ده سمعته كتير وصبرت، بس مفيش حاجة بتحصل. هانت والله. وأنا عشان كنت عارفة إنك هتتكلم في الموضوع ده النهاردة فكرت لك في فكرة ب1,000,000 جنيه هتخلينا ليل ونهار مع بعض. إيه رأيك تبقى مدير أعمالي؟ أنا بفهم إيه أنا في التمثيل والحاجات دي؟ لا التمثيل ده سيبهولي، ده لعبتي. إنما أنا عايزاك تبقى معايا في الحاجات اللي أنا ما بفهمش فيها. أنا داخلة على دنيا جديدة خالص، عقود واتفاقات، خايفة حد يضحك عليا. أيوة يا شريفة بس أنا عشان خاطري، عشان خاطري. وأنا وعدك أول ما أخلص الفيلم هعلن خطوبتنا. خطوبة تاني يا شريفة؟ بلاش طمع. أنت عارفة إن زينات فرحها النهاردة؟ عادل قال. مش عارفة هي مستربعة على إيه، هي حر. بس أنا مش زينات يا حسن، هي حاجة وأنا حاجة. عايزة أسألك سؤال بس خايفة تزعل. عمري ما ازعل منك يا زينات. خير؟ طب أنت ليه شلت كل صور مراتك وبنتك من الشاليه؟ انتش عارفك ان كان في صور اصلا؟ الفيلا كلها صور ليهم وهنا مفيش، يبقى أكيد شلتهم. يعني انت في شهر عسل وكده خفت تزعلي؟ لا طبعا. على فكرة أنا حبيت حبك ليها وحبها ليك، وعمري ما غيرت منها، بالعكس ده خلاني أحبك أكتر. ممكن ترجعهم بقى؟ بجد؟ أيوه. بصراحة يعني ما كنتش متوقع انك ممكن تطلبي طلب زي ده. ليه؟ على فكرة يا مروان، أنا قابلك بكل ظروفك زي ما أنت قابلتني بكل ظروفي. في حاجة واحدة بس اللي أنا قلقانة منها، السرعة. كل حاجة جت بسرعة. هتصدقيني يا زينات لو قلت لك ان انا من اول ما شفتك في حاجة نورت جوايا، بعد ما كانت الدنيا ضلمت خالص. يعني مش هيجي يوم وتحس إن أنت اتسرعت تقول بقى أنا خلاص أنا زهقت وعايزة أسيبها؟ الحب الحقيقي ملوش دعوة بالوقت، ساعة زي يوم زي سنة، بالعكس ممكن يزيد. وانا حبيتك من اول ثانية شفتك فيها يا زينات. إن شاء الله يخليك. ان شاء الله يخليه يا رب، يطرح في عمرك البركه يا اختي. بيتهيألي في الظروف اللي زي دي بنقول مثلا ايه وانا كمان يا مروان حبيتك من اول ثانيه شفتك فيها، او ان شاء الله يخليه. ماشي. حاضر حاضر. ما أنا بقول لك كل حاجة جت بسرعة. اتفضلي.